احلى حاجه ممكن تاكليها بالليل في برد الشتاء ده هي كيكه اليوسفي. لا وكمان هنعملها مع بعض اقتصاديه خالص، من غير لا بيض ولا لبن ولا سمنه ولا كمان حتى الخلاط، هنعملها على ايدينا كده من غير حاجه خالص، يعني مفيش اسهل منها. وشايفه شكلها ما شاء الله وريحتها كمان جميله جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف هنعملها ازاي. في بولة كده صغيرة هحضر مكونات الجافة. عندي هنا كوبايتين ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات، نخلته كويس جدا جدا عشان يدينا نتيجة كويسة. هضيف عليه باكو كامل من كيك شيف، ولازم باكو كامل علشان نعوض غياب البيض. وعليهم رشة من الملح ومعلقة كبيرة من النشا. النشا طبعا بيخلي الكيكة بتاعتك هشة وخفيفة وكمان مرتفعة. هنقلب الكلام ده كله كويس جدا ونركنه على جنب. جبت 4 حبات من اليوسفي وقشرتهم بالشكل ده، وهبدأ ان انا اقسمهم نصين، وبسن سكينة رفيعة هبدأ اشيل كل البذور الموجودة قدامك بالشكل ده، علشان دلوقتي هنعملها عصير. وطبعا البذور دي هي اللي بتخلي العصير ممرر، فهنشيل كل البذور الموجودة بالشكل ده علشان نقدر نعصرها واحنا مطمنين. وكمان عندي معلقه كبيره من بشر اليوسفي، تقدري تبشريها في المبشره او كمان تقطعيها على القطاعه كده بالسكينه قطع صغيره جدا. بعد كده هجيب الخلاط، وعايزه اقول لكم الخلاط انا هستخدمه في العصير بس. حطيت فيه اليوسفي وعليه فنجان صغير بس من الميه علشان تمشي لي الخلاط، ومش هضيف له سكر. وهضربهم ناعم جدا جدا، وبعد كده هصفيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان اقدر اخد منه الكميه اللي انا هستخدمها في الكيكه. جبت بقى بولة كبيرة شوية علشان احضر فيها كيكة اليوسفي. عندي بقى هنا كوباية وربع من عصير اليوسفي اللي احنا ضربناه مع بعض من غير سكر. وطبعا العصير بتاعي مركز لان ضفت له فنجان صغير بس. هضيف لهم بعد كده نص كوباية من الزيت، طبعا ده زيت ذرة فاتح. ونزلت عليهم بكوباية وربع من السكر. لو انت حابة السكر بتاعك يكون اقل من المظبوط فاكتفي بكوباية واحدة بس. وهضيف معلقه البشر اللي احنا قلنا عليها، طبعا بتزود وتعزز طعم وريحه اليوسفي بطريقه مش معقوله، طعمها بيكون خطير جدا جدا. هنقلب الكلام ده كله كويس جدا لغايه ما السكر يدوب تماما. زي ما اتفقت معاكم اهو، كل حاجه على ايدينا، مفيش خلاط ولا مضرب ولا اي حاجه. بس لو انت حابه تختصري على نفسك الخطوه دي وتحطيهم في الخلاط فده حاجه ترجع لك. ضربتهم لغايه ما السكر داب معايا تماما وكمان القوام تقل. هنزل دلوقتي بالمكونات الجافه اللي احنا جهزناها مع بعض، اللي هو الدقيق والبيكنج باودر والنشا ورشه الملح. هنزل بيهم بالتدريج حبه حبه وهبدا اقلب. اول ما بيختفي الدقيق برجع احط كميه كمان تانية. ما تنسوش الدقيق بتاعك منخول اكتر من 3 مرات او 3 مرات علشان يديكي النتيجه حلوه كده للكيكه وتكون هشه وعاليه. وزي ما اتعودتوا معايا في عمايل اي كيكه، بتبقى الفرن عندي سخنه من اول ما بشتغل فيها، بتكون على 180 والشبكه عندك في الرف الوسطاني. كده بعد ما الدقيق اختفى تماما وتقلب كويس جدا بالشكل ده. طبعا لو لقيت القوام بتاعك تقيل شويه هتضيفي له معلقتين من عصير البرتقال او معلقتين لبن او معلقتين من الميه، ما تكتريش عن كده. لكن لو القوام شبه الموجود قدامك ده يبقى كده قوام مظبوط. هضيف له دلوقتي اخر حاجه خالص معلقه واحده من الخل، بضيفها وبقلبها كويس جدا. طبعا بتلاقي اللون فتح معاكي، فطبعا مفيش مشكله، الخل بيخلي الكيكه بتاعتك لونها حلو كده ومش مكتومه ومش غامقه. هجيب بقى الصينيه بتاعتي او القالب، طبعا تستخدمي اي قالب براحتك، مقفول مفتوح مستطيله مدوره الومنيوم بايركس، اي حاجه موجوده عندك وبتفضليها في الكيكه استخدميها. تمام، اهم حاجه تكون مقاسها 22 عشان تكون معاكي الكيكه كده عاليه ومرتفعه، ما تبقاش يعني ارتفاعها قليل. دهنتها بمعلقه صغيره من الزيت وكمان عليها رشه من الدقيق، وبطنتها كويس جدا وتخلصت من الدقيق الزيت. هنزل بقى بالخليط بتاعي بوزعه كويس جدا عشان كل سطح يكون متساوي، وخبطتين كده على الرخامة. وبعد كده بدخلها الفرن على 180 زي ما اتفقنا في الرف الوسطاني. بتقعد تقريبا من يعني ساعة الا تلت في الفرن، طبعا عشان هي ما فيهاش بيض ولا لبن فوشها مش هيتحمر لوحده، لازم نفتح لها الشواية كده في اخر دقيقة، حاجة بسيطة كده تاخدوا اللون الجميل اللي قدامك ده. طبعا انا عملت الخطوة دي وهي في الفرن مش على الرخامة، اختبرتها بخلة علشان اتأكد ان قلبها كله مستوي ما فيهاش عجين. هغطيها بفوطه نظيفه حوالي نص ساعه لغايه ما قلبها يهدى شويه ومتبقاش سخنه كده وانا بقطعها. بعد ما سبتها طبعا هديت نص ساعه، هبدا بقى كده اسلكها بالسكينه بالراحه خالص علشان لما اجي اقلبها تفك معايا على طول. بصوا يا دوب كده خبطتين كده على القالب كده وهتلاقيها سابت القالب وطلعت لوحدها. شايفين ما شاء الله شكلها يجنن وبجد مش مكلفه خالص. عايزه اقول لكم كمان ريحتها قلبت الدنيا، هتعرفي ان هي استوت من ريحتها. شايفين؟ تيجي بقى نقطع مع بعض عشان نشوف شكلها من جوه. طبعا نفس المقادير دي ممكن نعملها كيكه برتقال مش يوسفي، بدل بقى عصير اليوسفي اللي احنا حطيناه بنحط عصير برتقال وكمان بنحط بشر برتقال.
شايفة ما شاء الله تحفة جدا وعالية ومرتفعة وهشة جدا جدا، من غير لا بيض بقى ولا لبن ولا اي حاجة. يعني لو انت عندك مشكلة في البيض او اللبن او عندك حساسية، او كمان اخواتنا المسيحيين كل سنة وهم طيبين عشان الصيام، هتبقى مناسبة جدا وحاجة كده تحفة. قومي جربيها بسرعة دلوقتي، واوعدك انك هتندمي ندم عمرك، علشان ولادك هيطلبوها منك كل يوم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، مع السلامة.